ومثل كل سنة نختار لكم في عيد الحب أكثر زوجان شهرة على التلفزيون الهندي، وهذه المرة وقع الاختيار على أبطال مسلسل حبيبتي من تكون بشخصيات فيرات وباكهي. شاهدوا الفيديو حتى النهاية حتى تتعرفوا على قصة حبهم المتميزة والرومانسية. مسلسل حبيبتي من تكون حصل على إعجاب كل من تابعه بسبب قصة حب فيرات وساي وغيرة باكهي، ولكن الواقع أمر آخر. فانيل بهات وقع في حب الممثلة الهندية إيشواريا شارما وسحر في جمالها وطفولتها، ويعتبرون حاليا أحد أكثر الأزواج رومانسية على التلفزيون الهندي. أما عن قصة حبهم فبدأت عندما التقى الزوجان لأول مرة في استوديو تصوير مسلسل الهندي حبيبتي من تكون، وسقطوا على الفور في حب بعضهم البعض من أول نظرة، حيث أصبح نيل وإيشواريا بعدها صديقان حميميان، وبعد مرور كل يوم ازداد حبهم لبعضهم البعض. على الرغم من كونهما صديقان، كان لدى كل من نيل وإيشواريا مشاعر لبعضهما البعض. في وقت لاحق اعترف نيل بحبه لإيشواريا وعرض عليها الزواج. لم يتواعدان الاثنان ولكنهما خطبا. كشفت إيشواريا أن نيل طلب يدها للزواج ولا شيء غير ذلك، حتى أنها قالت إن نيل كان حريصا على أن يكون معها تحت سقف واحد. كانت إيشواريا قد تحدثت ذات مرة عن قلبها وعن ماضيها المضطرب، وكشفت أنها كانت تشعر وكأنها دمية، حتى أنها قالت أن نيل غير أشياء كثيرة من أجل سعادتها، وأنه لم يتخلى عنها بعد أن كشفت له ماضيها. عقد نيل وإيشواريا قرانهما في حفل زفاف تقليدي في أوجاين في 30 نوفمبر 2021، وحضر الحفل زفافهما الفخم أفراد أسرتهم وأصدقائهم. غالبا ما يستمر نيل وإيشواريا في مشاركة صور ومقاطع الفيديو الرومانسية، على الرغم من أن الاثنان تعرضا للتصيد والانتقاد بسبب شخصيتهما في المسلسل الهندي حبيبتي من تكون، إلا أنهما في الحياة الواقعية لا يهتمان أبدا للانتقادات ويحبان بعضهما البعض حبا جما. أخبروني في التعاليق، هل تحتفلون بعيد الحب؟